معلش كده يا جماعه، حد كده جاوبني، هي لعيبه الزمالك دي بتتدرب ليه؟ وبتدربوا على ايه؟ ايه الفرق؟ يعني انت مشيت بسيرو في عشان اتعادل في الوقت البدل ضايع، جبت ايمن الرمادي وبرضه اتعادل في الوقت البدل ضايع. ايه الحل؟ الزمالك مشكله اداره، ما تشوفوا حل يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، برحب بكل متابعيني وحبايبي في كل مكان، يا رب دايما تكونوا في احسن حال. الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا بنتيجه 2-2 في مباراه. بصراحه الزمالك يعني التعادل المره الثالثه على التوالي، يعني في حاله دفاعيه وظروف صعبه جدا على الزمالك، وده طبعا يعني مش جديد على الزمالك السنه دي. الزمالك بيمر بظروف صعبه ورحيل مدربين، وان جاء ايمن الرمادي النهارده في الظهور الاول، ومش عايز الوم المدرب يا جماعه. ايمن الرمادي هو جاي في ظروف صعبه الراجل، عشان ما حدش يقول لي انت جاي تلوم المدرب وانت جاي. انا بصراحه الواحد يقول ايه، ما انت مشيت بسيره الراجل عشان اتعادل في الوقت بدل ضايع الماتش اللي فات. النهارده برضو الراجل ايمن الرمادي بيتعادل في الوقت بدل ضايع، رغم ان الزمالك يعني يعتبر لحد ما سجل الهدف الثاني هو ماشي بشكل كويس. انت ليه مصر انت تلعب تحت الكوره قدام فريق عنده سكواد كويس؟ يعني في فخري لقاي، في اسلام عيسى، في النهارده يعني في كذا عنصر، في بوبو، في اكثر من عنصر بصراحه. يعني لما تيجي تتكلم على فرقه سيراميكا كليوباترا، فرقه كويسه ومعاه مدرب كويس وبيعرف ازاي ان هو يتعامل، بيعمل نشاط حلو قدام الفرقه الكبيره، فعرف ان هو يخطف تعادل صعب. ودكه كليوباترا النهارده كانت اقوى من دكه الزمالك. النهارده انت مين؟ تعالى كده قول لي مين في الزمالك البارز بعيدا عن ناصر منسي وعبد الله السعيد ومحمد شحاته؟ مين؟ دونجا بيحنكش، مش عارف مين، ما فيش الحقيقه لاعب كده يلفت النظر، ما فيش. الزمالك عايز فرقه عايزه فرقه، والله العظيم فرقه عايزه فرقه. والاداره انا مش عارف بتفكر ازاي. الاداره لازم تروح. هو ده الزمالك كده. الزمالك بيبعد بشكل كبير جدا عن المنافسه، او حتى ان هو ياخد تاني عشان يشارك في دوري ابطال افريقيا. ده دلوقتي يعني الترتيب دلوقتي حاليا، او هنشوف الترتيب مع بعض. الترتيب يعني دلوقتي الزمالك يعني خلاص دلوقتي بقى في المركز الثالث يعني، وبعد عن المنافسه بشكل كبير جدا. ده ممكن الزمالك يبقى رابع كمان مش ثالث. يعني انت متخيل الزمالك ممكن يفنش رابع؟ 3 تعادلات ورا بعض، 41 نقطة. ايه ده؟ في حالة طبعا حاجة غريبة جدا على نادي الزمالك. وبشوف ان الزمالك لازم الإدارة تمشي. ظروف صعبة ورحيل مدربين، وجروس مش من